لا يخافون فضيحة، يخافون كذا، هم لا يقولون. ولكن من قالت أمهاتهم أو الأطفال اعترفوا لأمهاتهم وقالوا حدث معنا كذا كذا، 15 حالة انتهاك جنسي داخل أماكن الاحتجاز الأطفال في السجون المصرية. حل مصر قبل السيسي لا يختلف عن حال مصر بعد انتخاب السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. طبعا لا يخفى على أحد ما حدث للمسلمين، لا نقول المسيحيين أو للمصريين، بل المسلمين، وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين ومن يعني يقفون معهم ضد السيسي من اضطهاد ومن سجن ومن حكم بالإعدام ومن مطاردات للبلطجية ومن الشرطة إلى غير ذلك. واستمر الأمر هكذا إلى يوم أو أيام الانتخابات، كانت يوم 26 و27 من شهر مايو. في هذين اليومين لم يخرج للانتخابات غير 5% فقط خرجوا للانتخابات، يعني حوالي 7 إلى 8 ملايين خرجوا للانتخابات. وكان هذا واضحا في كل القنوات الفضائية. من يشاهد القنوات الفضائية في مصر يجد كل اللجان فارغة، لجان الانتخابات فارغة في كل المحافظات، والمذيعون يخرجون على الناس: لازم تنزلون للانتخابات، لماذا تجلسون في بيوتكم؟ يومين لم ينزل أحد. فكان بداية التزوير أن مدوا يوما ثالثا، يعني في القانون هم يومين فقط، الانتخابات يومان، ولكن بداية التزوير زودوا يوما آخر، وفي هذا اليوم الثالث أيضا مثل سابقيه لم ينزل أحد إلى الانتخابات. ماذا يفعل هذا السيسي المجرم وعصابته؟ في هذا اليوم قالوا نزل الانتخابات 24 مليون، يعني في هذا اليوم قالوا نزل الانتخابات 24 مليون، يعني يومين ينزل 7 ملايين وفي اليوم الثالث ينزل 24 مليون. هذا كان أكبر قضية تزوير في التاريخ. لا يوجد مراقبين، لا يوجد متابعين، لا يوجد أحد. وهذا يعني أعلنوا نتيجة الانتخابات للسيسي قبل أن يكون أصلا يعني يوجد انتخابات، هو أعلنوا أنه رئيس من البداية. في اليوم الذي تم تنصيبه فيه فرعون جديد لمصر، هذا جديد على مصر أن يقولون حفل تنصيب الرئيس. لا يوجد حفل لتنصيب الرئيس، من ينصب هو الفرعون، من ينصب عندهم يعني قديما هم الآلهة، يعني عند المجرمين أو الكفار أمثالهم، يعني هم يقولون تنصيب السيسي رئيسا لمصر. في هذا اليوم كانت احتفالات لأتباع السيسي في ميدان التحرير. طبعا ميدان التحرير الآن هو مغلق، مفتوح فقط لأنصار السيسي وعصابة السيسي، لشعب السيسي. هم قالوا نحن شعب وأنتم شعب، يعني السيسي يقولون أو أتباعه يقولون نحن شعب وأنتم شعب، شعب السيسي وشعب مرسي، يعني خيرا فعلوا، لأن أخلاقنا تختلف عن أخلاقهم. هم كله يعني احتفالاتهم أو كذا كلها عبارة عن رقص وغناء ومجون وخمر ومخدرات إلى آخره. ميدان التحرير هذا محرم على الثوار، ومحرم على المسلمين، ومحرم على الإخوان، ومحرم على أتباع الإخوان، هو فقط لأنصار السيسي. في نفس اليوم الذي تم فيه التنصيب أو الحفل الذي صنعه لنفسه، هذا الحفل يعني كلف مصر في هذا اليوم فقط 1.5 مليار جنيه مصري، 1.5 مليار جنيه في يوم واحد تكلفة لهذا الحفل. في هذا الاحتفال هو يحتفل بطريقته، وأنصاره المجرمون أمثاله يحتفلون في ميدان التحرير، يشربون الخمر ويفعلون كذا. في هذا اليوم تم اغتصاب 15 فتاة، 15 فتاة من أتباعهم، يعني كله معا، يعني هم يرقصون معا كذا كذا. تم اغتصاب في الأرض في الميدان 15 حالة اغتصاب موثق، يعني موجودة فعلا بالفعل. وهذه كانت يعني فضيحة لهم من الله عز وجل، أن فضحهم الله وفضح أنصارهم.